طبعا يا جدعان اكتشفت حاجه غريبه كده، ان في منتجات مستورده وفي منتجات مصريه وفي منتجات ديب وبيه. يعني مثلا دي كيسه شيبسي سعرها جنيه، لقيت منتج تقليد من فرايداي اسمه فان داي، ودي مثلا ممكن تخدعك انها سبيرو سباتس لكن مكتوب عليها سبيرو سبيتس. جرب ده اول. عايزه ده؟ اه ماشي. طعمه ايه ده؟ يعني وده كده شكل الشيبسي اللي موجود فيها، هو شبه بتاع الفران جدا بس بعيد جدا، بس والله بجنيه اوبشن. فيلا بينا بقى نبلع بواحده سبيرو سبيتس دي، وبصوا راسمين لك عليها نحله بدل الدبانه. مفيش اي صوت ستيم، معرفش ليه. بالنسبه لطعم التفاح فهو اكتر على حاجه مسكره، عليها طعم تفاح خفيف كانه عصير مش كولا. فتعالوا بقى نجرب في لايت شيبسي ده. والله الكميه اللي في القلب كتيره. فخر الصناعه المصريه. تعالوا نخش بقى على شويه منتجات جيب وبيه شويه. يعني ده مثلا كيس التسالي سعرها 2 جنيه، مكتوب عليها فرفشه البريمو، اللي هو يعني ده انت بريمو جدا. ده طلع بتعمل شبه الاندومي، هو التسالي بس طعم الجبنه ضعيف جدا جدا جدا. فنخش على البسكوت شبه البسكريم بس اسمه فوريفر، تحس ان هو هربان من فالنتاين لاف فوريفر والحاجات دي. بس يعني انا شايف كواليتي رديئه الصراحه. هي البسكوته شغاله، الشوكولاته شغاله، لا اشتغال بتاع فوريفر ده. فنخش على بسكوت شاي مسمي نفسه السبع، يعني بص مش الاسد او لا السبع. والله يعني الكيسه دي كلها ب5 جنيه، ده كده شكل البسكوته. مفاجاه ده. حلو جدا، حلو جدا ككميه وكسعر وكطعم.